أسعد الله بالخير أوقاتكم جميعا. اسمعوا ما بيقول هذا. يمكن على الإطلاق أن نتخلى عن دم السيد حسن مهما كان. لو فنيت اليمن عن بكرة أبيها لا يمكن لا يمكن لا يمكن. هذا اللقيط الفارسي حفيد باذان وباقي الفرس الذي هربوا من الدولة الأموية والذي جونا عندنا حفاة عراه لقطاء لا لهم اسم ولا لهم وسم ولا لهم نسب حتى يذكر، لأنهم أباقي الفرس اللقطاء الذي قذفتهم ضرشتهم فارس إلى اليمن. قال لك لو تباد اليمن عن بكرة أبيها لا يمكن أن يدخلوا عن مشروعهم الطائفي. عندما تكلمت معاكم وأكلمكم عدة مرات وأقول لكم أيها الشعب اليمني، الحوثي لا يحمل مشروعا وطني، لا يحمل مشروع وطني لليمن. مشروع دمار وقتل لليمنيين. أنتم الآن في نظرهم مجرد قطيع يلفوكم هكذا للجبهات تموتوا هناك ويسعدكم وتحمطوا. الله يعتبر عندهم الآن شرف كبير لكم إنه بيشرفكم وتموت في الجبهات علشان ترضيه وترضي سيدها الإيراني الفارسي. مشروعهم مشروع طائفي، مشروع قتل ودمار لليمن فقط. قال لك لو تموت اليمن عن بكرة أبيها، تفنى كلها عن بكرة أبيها، بنسائها بأطفالها بشبابها بشيوخها، كلها فداء لمسيرتهم السرطانية الفارسية. لن يتخلوا عن مشروعهم الفارسي، لن يتخلوا عن إيران بالمفتوح، لن يتخلوا عن إيران لو تباد اليمن إبادة. هل أنتم تعوا المشروع الحوثي؟ هل أنتم تعوا وين مودي اليمن؟ هل أنتم تعوا لا وين بيوصل اليمن؟ أحمل حكومة الشرعية هذه المسؤولية أيضا، أحمل حكومة الشرعية لأنها الأمل الوحيد لإنقاذ الشعب اليمني من هذا السرطان الفارسي المجوسي الخبيث الذي جاء بمشروع إبادة لكل اليمنيين فداء لقدسيتهم. هم الآن يعتبرون أنفسهم سادة، أنتم مجرد قبائل زنابيل، يعني المحارب، وهذا شرف كبير لكم لقد تموتوا وأنتم تدافعوا عنهم. شايف نفسنا اليمن الآن أصبحت ملكية خاصة له، وشايف أن الشعب اليمني شوية حيوانات يدقهم ولا ينسفهم يموتهم. تشوف ليش كانوا عندما تضرب أمريكا يفرحوا ويقولوا زيدوا اقصفونا يلا ضربونا، امسحوا اليمن عن بكرة أبيها فداء لمشروعهم الفارسي. هل تعوا يعني جابها لكم على بلاطة في وسط لبنان، في وسط بيروت، على بلاطة أيها الشعب اليمني الذي يجي يقول الحوثي رفع رؤوسنا الله يلعنك، والذي يجي يقول الشرف والكرامة. ما فيش عندك شرف ولا كرامة، أنت ما في شرف وكرامة. مشروع فارسي، مشروع يبيدك ويبيد أولادك ويبيد أولادك. أنت الآن بتبيع وطنك أيها اليمني الزنبيل الذي تبعت الحوثي، بتبيع وطنك وتبيع هويتك وتبيع كرامتك وتبيع أولادك وتبيع اليمن، بتبيع اليمن عن بكرة أبيها، وتبيع دينك الإسلامي وتبيع هويتك وتبيع عقيدتك أيضا. تحياتي.